مبروك للاهلي الفوز على الهلال السوداني، ومش فاز عليه وبس، ده كمان عرفه ازاي لما يجي يتكلم عن زعيم افريقيا يتكلم ازاي. حطه حطه في مستواه الطبيعي وادالهم درس عمرهم ما هينسوه. لما تيجي تتكلم عن زعيم القاره لازم تعرف انت بتقول ايه، لازم تكون في مستواه عشان يبقى شايفك وانت بتتكلم. كل الكلام اللي كان بيقوله الهلال قبل الماتش كله كان في شنك، كلها كانت خطة ان هم ما يلعبوش الماتش. كانوا فاكرين ان الاهلي ومصر هيردوا لهم اللي عملوه فينا في السودان. طبعا يعني هم شافوا بص الاستضافة، هو ده كبير. مفيش مجاري في غرفة قلع الملابس، مفيش جماهير تروح عند الفندق تعمل دوشة طول الليل عشان اللعيبة ما تعرفش تنام. الكلام ده مش عندنا. الاهلي اداهم درس عمرهم ما هينسوا. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. قعدوا يزيدوا قبل ماتش صن داونز، من بعد ما تعادلوا مع صن داونز وكابهم بدأت تخبط، بدأوا يطلقوا الإشاعات والاتهامات، ويقول لك الأهلي مدلل الكاف، والأهلي خايف يلعب الهلال ويخاطب الداخلية علشان يدخلوا 50,000 من الجمهور. احنا عايزين نلعب من غير جمهور، الجمهور بيهددنا. طبعا كل الكلام دوت منكوش كبير بره. المصريين والأهلي، أنا بشكر كل المسؤولين اللي سمحوا بدخول العدد دوت من الجمهور المدرجات، وبناشدهم تاني يا ريت دي تبقى بداية. فعل القانون، فعل القانون، والمخطئ يتعاقب، خش مدرجات تاني حسب العقوبة اللي بينصها القانون. لكن المنظر دوت مش عايزينه يبعد عن المدرجات تاني. جمهور الأهلي جمهور عظيم، يبدأ والباقي كله يجي وراه. يا ريت المسؤولين، يا ريت المسؤولين فعل القانون ودخل الناس الاستاد، فعل القانون وافتح المدرجات للناس. الكورة المصرية بتندثر بسبب الجمهور، مفيش جمهور بيشجع كورة. أي حد مخطئ حاسب. عايزين المدرجات تتملي، عايزين الكورة المصرية ترجع تاني كما كانت. أنا بتكلم على الكورة المصرية، ما بتكلمش على الأهلي بس. شفنا الاهلي بدا خطوا خطوات وامشوا وراه، دخل جمهور، فعل قانون، مخطئ يعاقب. الف مبروك للاهلي ولكل الاهلاويه. انا توقعت قبل الماتش نكسب بامر الله 3-0، واتكلم عن الماتش بتاع الاهلي والهلال. كسبنا الحمد لله الحمد لله. توقعات ثلاث مظبوطه، كسبنا 3-0. نحمد ربنا على الصعود وعلى المكسب. اللعيبه كانت رجاله. انا قلت في الفيديو اللي قبل دوت، قلت ان انا مش من انصار ان اللعيب ده راجل ولا مش راجل. اللي اعرفه اللعيب مش راجل، مدرب بيسحبه. ما بيأديش، مدرب بيسحبه. لكن اللعيب طول ما هو موجود في الملعب، مدرب مقتنع بيه. اقتناعك انت الشخصي حاجه، واقتناع المدرب حاجه تانية، لان هو اللي شايف الملعب. اللعيب بيأدي، بيلعب في الملعب. لعيبه كانت رجاله وأدت المطلوب منها. كولر درس فرقة الهلال كويس، لعب على أخطائهم. الكرة السريعة اللي كولر يعملها دلوقتي بقى ماتشين، تاني ماتش الكرة السريعة دي بتخلخل أي دفاع. هما كانوا عاملين تكتل دفاعي، جه الجون فتحوا. فأنت ممكن بقى كنت تجيب التاني والتالت والرابع والخامس، بس الحمد لله خلص الماتش ثلاثة. الأهلي اتأهل، اللعيبة كلها رجالة، مدرب عبقري. جمهور الأهلي العظيم بيعمل ملحمة عظيمة تدرس، يخلي المسؤولين عن الكورة يغيروا فكرهم، يبدأوا يفتحوا المدرجات. فعل القانون، المخ يحاسب. ما تحرمش كورة من الجماهير. كورة للجمهور، كورة للجمهور. يبقى في كورة حلوة لما يكون في جمهور